الفيلم بعمر وهو محاسب كده غلبان خالص وبيلبس البدله ونازل، وبدا يدور العربيه، لقى خاله جاي من الناحيه التانيه اسمه فؤاد ومعاه واحده اسمها جوليا، وقال له يا خالي انت اتاخرت امبارح كده ليه؟ لان هم عايشين مع بعض في نفس البيت. فقال له مفيش، بس انا جيت بدري جيت متاخر ونزلت بدري بعدها عشان اجيب جوليا دي لانها كانت يا حبيبتي تايهه. قال له هي مين جوليا دي؟ قال له دي الشغاله. قال له بتشتغل في ايه ان شاء الله؟ دي منظر شغال، انت لو جايبها من اوكرانيا مش تبقى جامده كده. بدا يقول له بس بطل عبط، ده توماس اللي بعتها لي. قال له ما توماس ده محتاج بوليس الاداب. وبدا يقول له انا ماشي وتعالى ورايا على الشركه على طول. قال له طيب 10 دقايق كده وجاي. وبعدين وهو في المكتب شاف سكرتير عندهم اسمها يسرا، وكانت بتقول له خالك عايزك. قال لها ما اسموش كده، احنا في الشغل هنا، هو اسمه فؤاد. وبدا ياخد باله انها لابسه شورت قصير جدا، فقال لها هو ايه اللي انت لابساه ده؟ احنا في ديسكو. قالت له يا حبيبي مفيش حد بيروح حاجه اسمها ديسكو دي اصلا، وبعدين انا لسه جديده هنا. والراجل نفسه ما علقش على الموضوع. المدير قال لها ما انا خايف اللي يجي بتغسلي البيت في الليل. وبعد كده بدا يروح هناك، لقى خاله بيكلم السكرتيره دي، بيقول لها ما بتجوزش لان الجواز ما فيهوش حاجه وحيده حلوه. قالت له لا في حاجات حلوه كتير. قال لها طب ما تجيلي شقه كده على النيل ونشوف الكلام ده سوا. بعد طلع عمر ودخل عليهم، وبدا خاله يقول له يا ابني انت من ساعه ما امك ماتت وانا ما شفتكش مظبط واحده بس. طب بص السكرتيره دي زي القمر دي عايزه تخرج، ما تاخدها بالليل. قال له يا خالي ماليش في الحاجات دي، وبعدين المفروض انت اللي ما تقوليش اعمل الحاجات دي اصلا. فبدا يطعم خاله بيقول له وقطعه خاله وقال له على فكره في منتجع جديد كده هيتعمل لواحده اسمها مي راشد. ودخلت عليهم مي دي، ومن اول ما قالت صباح الخير وعمر واقف مبلم مش مصدق نفسه، وحتى وقع الورق اللي في ايده على الارض. ولما جه يسلم عليها فضل ماسك ايديها كتير قوي وعمال يسبل لها. وساعتها خاله لم الموقف شويه وقال لها بقول لك ايه، لا بقول لك ايه، قولي لي فؤاد على طول، مش مستاهله القاب يعني. وبدا يبص لعمر بعد ما هي مشيت، قال له انت مالك يالا في ايه؟ تعالى معانا الاجتماع ده نشوف الدنيا بتقول ايه والحب اللي في عينك ده. وراحوا فعلا الاجتماع. وبدات الست دي تشرح انها عايزه تعمل ريزورت او منتجع على البحر، لان ده كان رغبه ابوها الله يرحمه. وكان وقتها عمر سرحان وعمال يتامل فيها قوي. فبدا يسالوه عن فكره معينه تبقى بره الصندوق بحكم شغله يعني. فقال لهم هو المشروع ده على البحر. فردت عليه مي وقالت لا على الترعه. هو انت نايم معانا ولا انت بتسمعش اللي انا بقوله ولا ايه؟ فبدا يقوم كده ويمشوا سوا خلاص، عمال يخبط عليها الباب لحد ما قفله وهي خبطت فيه. فبدات تبص لخاله وتقول له على فكره ابن اختك ده مريض. وبعد كده كان بالليل قاعد عمال يتفرج على شاديه وعبد الحليم. فدخل عليه خاله وقال له انا اول مره اشوفك بتحب حد كده، وبيني وبينك البت زي القمر، انت لو شفت نفسك بتبص ازاي ليها انت بتكراش عليها. قال له كراش؟ يعني ايه كراش دي؟ وبعدين يا خالي مفيش حاجه اسمها حب من اول نظره. قال له يا ابني الواقع في حاجات اغرب من كده بكتير. لما تتخطف اول مره تشوف حد كده وتحبه من اول نظره يبقى هو الكراش بتاعك. والله يا ابني البت دي انت لو اتجوزتها يبقى امك ده عيالك. فبدا عمر يقول له اتجوزني انا على ايه يا عم؟ وهي تبص لي انا. قال له مالك يا ابني انت مش شايف خالك مين؟ احنا كبار في البلد، ولا انت لا فيك حاجه مش سليمه؟ قول، ما انا شاكك من الاول. قال له مفيش، بس انا مش عايز اتعشم في الموضوع ده كله وفي الاخر اضيع. وبص مش جاي معاك اجتماعات تاني خلاص. فخاله سابه ومشي. وبدا فؤاد يكلم مي ويقول لها على فكره انا سامع عن المكان ده كلام كويس جدا، بس انا محتاج برضه اشوفه بنفسي وهيبقى معايا حد. فدخل عمر قال له كنت عايزني في ايه؟ وشاف مي قدامه فوقع الورق واتلخبط قوي. بدا يقول لمي على فكره عمر ده اللي هيسافر معايا. فقال له لا انا شغلتي هنا في المحاسبه والحاجات دي ماليش دعوه بالحكايه دي. فردت مي وقالت بصراحه انا شايفه برضو زي ما هو بيقول كده مش لازم يروح هو. فبدا يقول لها لا ده عمر بس بيحب يتريق. فاكره الاعلان المشهور اللي طلع في التلفزيون هو اللي مالفه، حتى غني لها حته منه كده. بدا يتورط مش عارف يغني حاجه. فقال له يلا روح دلوقتي وشوف حد يمسك مكانك لحد ما تسافر. وبدا المشهد اللي بعده ان هم رايحين الغردقه. وقال له انا مش عارف انا وافقت معاك ازاي يا فؤاد، البنت مش شايفاني خالص، دي مش عارفه اسمي. فقال له بس بطل تقعد تسبب لها كل ما تشوفها كده والهبل ده، ما تدلقش. وبعدين انت لابس حمالات ليه يا ابني؟ احنا رايحين الغردقه مش العاصمه الاداريه. وبعد كده راحوا هناك كان قاعدين قدام الماكيت كده بتشرح لهم مي، بتقول لهم ده بسين وده جيم. فرد فؤاد وقال لها اهم حاجه المساج يبقى كويس. قالت له خليك تمرقع كده، انتوا لو ما قدمتوش شغل حلو هحاسبكم على الاقامه دي على فكره. فعمر قال لها لا يا فندم هنقدم شغل حلو. فبدات تضحك عليه كده وتقول له يا ابني هو انت ليه محسسني ان انت موظف؟ وبعد كده دخلت صاحبتها وبدات تقول له انت فؤاد صح، انا عارفه ان انت ما بتحبش الالقاب وكده، بس انت على الحقيقه احلى من على الفيس بكتير جدا، اصلا عامله لك فولو هناك. فبدا عمر يقول لمي ما كفايه بقى البتاع ده، قصده على الفيب او السجاير اللي بتشربها. قالت له اشمعنى؟ قال لها بيعبق المكان كأن في كلب عاملها. قالت له بتقول ايه؟ قال لها لا اقصد ان الكتير منه يعني غلط على صحتك وبشرتك. قالت له طيب هبقى اقللها بعد كده. فبعد كده راح مع خاله بيقول له ايه يا ابني اللي بتقوله ده؟ قال له مش انت قلت لي ابقى مميز يا خاله؟ قال له طب قايل له كلب عاملها والهبل ده. قال له ما كده كده لو حاولت يا خالي مش هجيب نتيجه. قال له اهم حاجه ما تقعدش تتنح فيها كده وانت بتكلمها، وادي الهدوم اهي عشان نروح عشاء بالليل معاه. فبعدين لبس الهدوم وراح بعد ما كان رافض في الاول، وبدا يكلمها يقول لها بصي طالما فاكره اسمي المره دي احنا ممكن نبدا صفحه جديده سوا. كان على الناحيه الثانيه بنت عمرو دياب وواحد تاني بيرقصوا، بنت عمرو دياب وواحد تاني بيرقصوا سوا. فبدات تقول له على فكره الفرقه دي جامده جدا. فقال لها جامده، وهو متنح فيها كده. قالت له هو انا ممكن اعرف طب بتبرق لي ليه كده كل ما تشوفني؟ قال لها اصل انا معجب بيك، قصدي منبهر يعني بالانجازات اللي حققتيها دي كلها. قالت له على فكره ما بعملش حاجه، انا بحافظ على ابويا سابهولي بس. الله قال لها الله يخليه. قالت له على فكره هو مات، انا كنت عمال اقول لك كده من 50 سنه. انا ربنا يرحمه، طب معلش نروح الحمام بس واجي. ودخل على خاله كان شايط واحده كده. فقال له يا خالي انت لازم تيجي تقعد معايا، انا مش عارف اتكلم صح ولا لا، وشكلي عمال ابوظ في الدنيا كلها. خاله قال له بقول لك ايه، ولا ان احنا هنعمل اجتماع في زوم ولا حاجه مع ناس في امريكا وهنلغي العشاء ده خالص، انا مش فاضي،
انا بحب البحر بالليل والحاجات دي. وبعدين ما انا شايفها عماله تضحك هناك اهي، انت ايه خربت الدنيا ولا ايه؟ طالما ماشي كده وبتضحك يبقى كمل صح. وطلع هدومك من البنطلون كده وسابه ومشي. فراح قال لها على فكره خالي عنده اجتماع في زوم وكده، فالعشاء ده لازم يتلغي. قالت له ايه المشكله، ما نقعد احنا الاثنين بس. فبدا يقول لها بصي بصراحه انا ماليش اصلا في المنصب ده خالص، وانا مش بتاع السفر والحاجات دي خالص، انا راجل محاسب وما بعرفش اكذب. قالت له هو حلو ان انت ما بتعرفش تكذب، بس هو جابك هنا ليه بقى؟ قال لها عشان انا شاطر في الحسابات وكده وهعملها له. وعلى فكره انا شخص خجول شويه، بس ساعات بيجي لي افكار كده بتبقى صح. يعني مثلا انا شايف ان احنا لو عملنا دعاوي كده للعرسان في العالم كله، نسال اسئله واللي يجاوب عليها هيجي المكان ده. قالت له بعد كده قال لها وكل ما حد يجاوب ويجي المكان هيكتب عنه ريفيو او تقييم حلو والمكان هيتشهر. قالت له طب ما انت شاطر اهو. فقال لها ربنا يكرم اصلك. ولسه لغايه دلوقتي هو جد معاها قوي ورسمي قوي. كان المشهد اللي بعده، وبعد كده فؤاد بيشوف نازلي قاعده لوحدها وبيقول لها على فكره انا قريت دراسه كده ان اللي بيقعدوا لوحدهم دول بيبقوا انطوائيين، بس فيهم صفه مميزه قوي ان هم بيحبوا يتعرفوا على ناس جديده. قالت له بس في دراسه تانية بتقول لك ان الناس دي بتبقى رزله ودمها تقيل. قال لها بصي بما انك قاعده لوحدك كده خدي كاس واين اهو او خمره يعني. قالت له لا ده مش دماغي خالص. قال لها بس فهمتك بتحب الحشيش، انا الاوضه بتاعتي رقمها كذا كذا وهستناك النهارده. قلت وانت عندك مخدرات؟ طب هجيلك تمام. وعلى الناحيه التانيه كان عمر بيكلم مي ان هو خاله دول كانهم صحاب اصلا لانهم متربيين سوا مع امه وفرق السن بينهم مش كبير. وبدات نشوف خاله ده قاعد بيجهز خلاص بقى المخدرات وبتاع، والباب بيخبط عشان يفتح لنازلي. اكتشف ان الشرطه هي اللي على الباب. بيقول له احنا عايزين نفتش المكان ده. قال له تفتشوا ازاي يعني، انت معاك اذن؟ قال له نكلم لك شرطه السياحه عادي. فوقتها مي وعمر جم وبدا يقولوا ازاي تفتشوا واحد زي كده، ده جاي يعمل لنا شغل هنا. اقول لها يا فندم مدام نازلي اللي قالت كده. قالت له مامتي انا اللي قالت كده. وطلعت نازلي دي ام مي اصلا، وقالت خلاص نخش نفتش طالما نتاكد. فقال لها مستحيل، ده الاوضه كلها بوكسرات وكده مش ما ينفعش. فقالوا خلاص طالما بوكسرات هنمشي. وبعد كده كانت قاعده مع امها نازلي بتقول له ده راجل مجنون. قالت لها انت لو شفت ابن اخوه مش هتصدقيه كمان ولا ابن اخته، ده واد اغرب منه كده وشكله غريب قوي، تحسيه ما عارفش يقول كلمتين على بعض. وبعد كده كان عمر بيعاتب فؤاد او خاله ان هو عمال يشرب مخدرات في المكان. قال له يا ابني ما انت ما شفتش الست كانت عامله ازاي، دي صاروخ. قال له انت ما شفتش بنتها، ما طبيعي امها تبقى عامله كده. قال له يا ابني الستات دول ليهم مزاج معين، في تحب الخمره في تحب المخدرات، وعموما ما تقلقش شويين كده بالكتير وتلاقي دي بقت مراتي ودي بقت مراتي. وبعد كده عمر بيروح الجيم بيدور على خاله، فشاف مي هناك. قالت له بقول لك ايه، هو انت خالك فعلا كان معاه مخدرات؟ قال لها بصراحه انا زي ما قلت لك ما اعرفش اكذب. قالت له ما عشان كده انا معجبه بالحكايه دي فيك، وعلى فكره حمدان ننفذ الفكره اللي انت قلت عليها. ووسط ما بيتكلموا دخل عليهم واحد اسمه تامر كده معضل وبتاع، وبيقول له ايه ده عمر الهلهطه. فعمر وقع اول ما شافه وبدا يتدلع على مي كده وهي مسمياه تيمو وبتاع، ويقولوا فاكر ايه لما كنت بلطش لك زمان، انت مالك متغير كده ليه؟ فقال لو سمحت بس انا لازم امشي دلوقتي. بعد ما هي بدات تساله هو انتوا تعرفوا بعض ولا ايه، واضح ان هما كانوا اصحاب زمان في المدرسه والواد ده بيقعد يهريه تنمر وضرب. فبدا يكلم مي يقول لها بقول لك ايه انا جايب مركب جديد وعايزك تشوفيه. قالت له ما ينفعش انا هنا مع عمر ده في الشغل وبتاع. قال لها يا دي عمر هاتيه معاكي وخلاص. وبعدين فؤاد راح لنازلي ومعاه ورد كده وبيقول لها ما تزعليش. قالت له يا ابني وانا اعرفك عشان ازعل، وبعدين خد البتاع ده انا عندي حساسيه منه. لا حطيه في ميه وخلاص، ما مش معقول قمر زي كده ما تستخدمش ورد. وبدا عمر يكلم خاله ان في واد كده ظهر فجاه وعمالين يتدلعوا على بعض. قال له الواد ده انا فاكره، مش فاكر كنت بروح انا وامك ان احنا المدرسه كتير لانه بيقعد يرزل عليك ويتنمر عليك. قال له يا خالي وعمالين يتدلعوا على بعض قوي ومسمياه تيمو، وبعدين الواد جسمه وعضلات وانا ولا حاجه. قال له يا ابني لا انت ناقصك بس شويه لمسات صغيره كده، سيب لي الموضوع ده عليا ويلا عشان ورانا اجتماع. وراحوا فعلا الاجتماع وكان قاعدين مع انتيم مي او البنت صاحبتها جدا. وقلت لهم على فكره مي من زمان كان كله بيكراش عليها وبالذات الواد ده، ومعروفه كده في الشله بتاعتنا، وهو دايما كل يوم مع واحده يعني، بس هي معروف عنها انها تقيله قوي وما بتستجيبش لحد. وجات مي وقالت معلش يا جماعه كنت تامر بيوريني بس اليخت بتاعه، وعلى فكره هو بكره عازمنا على المركب بتاعه. ففؤاد خد عمر كده ووداه بالعافيه. وفي تاني يوم في المركب ده تامر عمال يتكلم عن الشغل ومي عماله تقول له خلاص كفايه كلام عن الشغل انا صدعت، احنا هنا جايين في اجازه. وبدات صاحبه مي تقوم من دوار البحر اللي جالها ده قامت ترجع. فتامر قال لهم بقول لكم يا جماعه ما تيجوا تتفرجوا على اليخت بقى اللي انتم مش عايزين تشوفوه ده. فمي قالت انا هقعد، وعمر قال انا هقعد انا كمان. قال له تقعد انت كمان ليه يا هالهوت؟ فراح متدخل خاله وقال له طب ما تيجي تورينا كام الموضوع ده سوا. فبدا عمر يقعد مع مي لوحدهم ويقول لها على فكره انت ضحكتك حلوه وكمان مش ده بس اللي بيعجبني فيكي، اصل الجمال جمال روح. وبقيت تقول له على فكره أنا لو شفتك ما اقولش انك تعرف تقول الكلمتين دول اصلا، ما بقاش منا موضوع رسمي بقى بينا حاجات تانية. قالت له زي ايه بقى؟ قال لها زي الشغل. فقالت له قوم من هنا بلبس الكشاف اللي انت لابسه ده. وبعد كده خاله طلع لنازلي فوق لقى عماله تحشش وعامله فيها البريئه وبتاع. قال لها طب ما احنا واحد اهو، ايه بقى الجو اللي كنت رسمه علينا ده؟ قالت له انت ليه مصر تطلع لي في كل حاجه كده؟ وبعدين ايه المكان الكئيب اللي جايبيننا فيه، لا في مزيكا ولا غطس ولا اي حاجه. قال لها خلي بالك انت بتكلمي ملك الفرفشه، تحبي تشوفي؟ وده بعد كده يرقصوا سوا وبداوا يخلوا عمر ومي وكل يرقصوا معاهم. فمي رقصت مع تامر وعمر رقص مع صاحبه مي. ففجاه كده رجلها اتعورت جامد او اتخبطت. فقالت له يا عمر الغباء ده طالما ما بتعرفش ترقص بتقول كده ليه؟ فبدا تامر يستغل الحكايه دي ويقول له طبعا يا هلاهوط ليه ترقص. فمي قالت خلاص يا جماعه فككم من الكلام ده، انا نفسي في الريتسه بتاعه البحر دي جدا اللي هي حاجه زي كلها شوك كده. قال لها بس كده؟
جهزوا لي يا ابني اللبس عشان هنزل اجيب لمي حبيبتي البتاع. فعمر قال وانا كمان هنزل، ونزلوا هما الاثنين. وتامر طبعا بسرعه جدا جاب كل السمك ده وطلع لها، بس عمر اتاخر تحت وبعد كده طلع وجاي واصطاد هو كمان. فاكتشفنا ان في وراه سمكه قرش، بدا ينادوه بسرعه كده لحد ما طلع. واول ما طلع اتخبط وكان متخرشم اصلا من بتاع اللي كلها شوك دي خلق. بعد كده كان قاعد مع خاله، فخاله بيقول له: خالي انت مش شايف انا عملت ازاي؟ انا وشي اتخرشم خالص، البنت مستحيل تحبني. قال لي: يا ابني لا طبعا هتحب، انك تتعب عشانها ده خلاها تحبك اصلا. بص الحل الوحيد ان اي مره تتجمع مع الواد الملزق ده تنط لهم فيها. وكانت مي على الناحيه الثانيه بتكلم نازلي ان الواد ده مش شبه خاله خالص، ولو كلمته كلمتين على بعض هتكتشف ان هو عميق وشخصيه تتحب يعني. وبعد كده بيروحوا الجيم، فتامر بيقول له: ايه على قطه انت جاي ليه؟ مش كان زمانك الولايه امبارح السمك ده عضك من التوته ورا، وجاي تعمل ايه بقى؟ فين الدمبل ال 50 ولا 40 اللي هتشيله؟ وافتح ابن السوسته دي يعمل عضلات بطن ولا حاجه. فبدا يقول لمي: على فكره انا الجيم ده ما بيفرقش معايا خالص، اصل دي رياضه كده اضافيه، انا اللي احبه فعلا هو البوكس بجد. فقال له: بتحب البوكس؟ طب تعالى ورينا. بدات مي تقول له: بلاش الواد ده غشيم. فراح لسه بادئين الماتش راح تامر مديله بالبنيه في وشه. وبعد كده فؤاد بيكلم نازلي بيقول لها: على فكره ما تفتكرنيش ببالغ ولا حاجه، بس انا عايز اخليكي واجهه الحمله الاعلانيه بتاعتنا. انت مش شفتيش نفسك كنت مبسوطه ازاي وانت بترقصي؟ انت عندك سحر او وهم بالحياه، انت بتحبي الحياه قوي، واي حد هيشوفك في الدعايه دي هتسحريه زي ما سحرتيني كده. قالت له: يا سلام، لا طبعا مش موافق. فبدا خاله يعرف ان عمر اتضرب من الواد. قال له: الواد ده انا لو شفته افرمه. قال له: يا خالي انا عايز ارجع مصر كفايه كده. فدخلت عليه مي قالت له: في ايه؟ قال لها: شوفي بيلي عايز ارجع مصر. قالت له: لا طبعا ما تعملش كده. وبدا ياخدوا بالهم انها اتدلقت كده. فقال: اه. فبدات تقول له: على فكره مامتي كلمتني عن انها تبقى وجه الاعلان وبتاع، الفكره دي عجبتني قوي. فقال لهم: طب استاذن انا ومش. فقعدوا سوا كده وبدات تقول له: هو انت ليه على طول يا عمر متوتر كده وحساس؟ قال لها: بصراحه انت تخض اي بني ادم، وفي كل حاجه ما شاء الله، طموح وشغل وكل حاجه. قالت له: ما تكبرش الموضوع كده، انا وارثه الكلام ده كله. قال لها: كمان عندك عقل، ده انت مش طبيعيه فخفخينه. قالت له: هو انت ليه بتقفلني في كل مجامله؟ وبعدين فؤاد كلم نازلي وهي بتقرا، قال لها: انت كمان مثقفه؟ ده ايه الشخصيات دي كلها؟ بص يا نازلي انا بيعجبني قوي فيك انك عندك شغف بالحياه مش طبيعي. قالت له: من الاخر كده هو انت عايز ايه مني؟ وبعد كده عمر كان ماشي مع مي وبدا الجو يبرد، فراح مديها الجاكيت بتاعه وبدات تقول له: على فكره انا عازمك بكره على الفطار وهجهز لك كل اللي نفسك فيه، حتى اديك الجاكيت يعني. وبعد ما ودعوا بعض ظهر تامر كده واقف وراه. فظهرت المشهد اللي بعده بتكلم مامتها بتقول لها: على فكره تامر قابلني النهارده وعايز يخطب. قالت لها: بصراحه قرار مظبوط، وهتفضلي تاجلي لحد امتى؟ قالت لها: اه معاكي حق، بس مش شايفاه قرار صعب شويه؟ قالت له: اه طبعا صعب، الا لو في حد تاني بقى. قالت لها: لا حد تاني ايه؟ قالت لها: هو الجاكيت بتاع مين ده انت لابساه؟ قالت له: ده بتاع عمر. سابتها ومشي. وبعدين عمر بيقول له: فؤاد شكلها حلوت خالص والبنت بدات تحبني. قال له: حتى انا نازلي بدات تحبني. قال له: انت اخيرا هتتجوز يا خالي؟ قال له: يا ابني لا، بس الدنيا بدات تحلو كده، حتى القمر شكله جميل النهارده. والتاني يوم كانت رايحه فعلا تعزم عمر على الفطار زي ما اتفقوا. فطلع لها تامر واصحابه كده من العدم وقال لها: احنا جايين لك من اخر الدنيا عشان تشوفي اليخت معانا. قالوا لها: لا ما. قالت لهم: معلش يا جماعه انا ورايا بس ميعاد وكده. قال لها: ازاي بس، احنا جايين لك من اخر الدنيا، يلا بس بلاش كسل. وخدوها معاها. بعد كده بنشوف نازله وهي بتصور الدعايه دي وفؤاد قاعد معاها. قال لها: انت سالتيني مره انت عايز ايه مني صح؟ بص انا هقول لك بصراحه، هحكي لك حدوته كده ممكن تفهمي. كان في شاب غني معاه كل حاجه وبيتبسط بكل حاجه، بس ضيع على نفسه اهم فرصه بتاعت الجواز، ومعاكي انت بالذات انا مش عايز اضيعك. قالت له: ماشي، بس لازم بنتي الاول هي اللي تتجوز. قال: لا بس انا واحده زيها يعني اكيد ما تفكرش في الجواز. قالت له: لا لا خالص، بالعكس ده جالها عريس الواد تامر ما انت عارف. فراح يحكي لعمر قال له: شفت يا خالي ادينا ضيعنا كل حاجه وهيتجوزها اهو. قال له: يا ابني انت ما خدتش بالك هي اتدلقت عليك ازاي لما عرفت انك ماشي؟ بقول لك ايه، اجمد كده وكمل. بعد كده بالليل قعدوا سوا وبدات تقول له: معلش يا عمر انا اسفه على الفطار اللي ما جيتش فيه ده، صحابي اصروا. لا 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 عادي مش مهم. فبدات تتضايق شويه ودخلت رقاصه كده اسمها سوزانا قالت لفؤاد: فؤاد وحشتني والله يا زمان وايام الشغل. فبدات نازلي تقول لها: ده واضح انه ما كانش شغل بس. وبعد كده بدات تبص لعمر وتقول له: بس ايه الوسامه والحلاوه دي كلها، انا لازم اقوم ارقص معاه. وقاموا رقصوا سوا وفؤاد عمال يراقب مي هي متغاظه ولا لا وبتغير ولا لا. وبعدين فؤاد بيقول لعمر: مش شفتش يا ابني الرقاصه دي مدلوقه عليك ازاي؟ قال له: خلي مدلوقه ازاي ايه بس، انت اكيد زيها، البت في مليون راجل قدامها وعمال تبص لنا في الاخر. قال له: يا ابني انت ما شفتش بنت مي اللي انت معجب بيها دي، ده كانت هتموت من الغيره عليك. وبعدين راحوا الجيم، كانت مي قاعده مع تامر بيتمرنوا ودخل عليهم عمر والرقاص وبيقول لهم: انا جاي اتمرن يا جماعه مع سوزانا بعد ما جرينا نص المكان كله. فبقيت تقول: اه سوزانا، هو انت يا سوزانا مين اللي نافخ لك كده؟ قالت لها: نفخه ايه، كله طبيعي طبعا، حتى احنا هنلعب شيست دلوقتي. فعمر قال لها: لا بلاش شيست، هو كويس لوحده الصدر يعني. فبقت تبص لتامر وتقول له: بص انا كمان عايز العب شيست. قال لها: طب والورك اللي قدامك ده هتعملي فيه ايه؟ وتاني يوم كانوا قاعدين مع فؤاد وبدا يقول لها: على فكره وش مامتك اللي هيجيب اعلانات ده انا اللي مكتشفه. قالت له: اه ما انت متخصص في الاكتشاف، حتى سوزانا الرقاصه دي. قال لها: اه وعلى فكره الفكره بتاعت عمر دي هنعملها بتاعت الاسئله واللي نجيب ناس هنا وكده. قالت له: لا انا مش عايز اعمل حاجه، مش لما البي يفضل اول. وبعد كده كانت ماشيه في المكان
لقيت بنتين عمالين يتكلموا كده عن في واحد مع واحده على البسين وعمالين يدهنوا لبعض وعلى البحر كمان. فهي تقول يا جماعه ده ما كانش شغل، عيب اللي بتعملوه ده. وبعدين انتوا قصدكم على مين؟ قالت لها عمر وسوزانه قاعدين على الشط يعمل لها دهان وبتاع. فدخلت عليهم وقالت لهم على فكره ما ينفعش انتوا بتعملوه ده. قال لها انا عملت ايه؟ انا بدعك بس. قالت له انت مش فاهم انت بتقول ايه؟ ده مكان محترم وكفايه دعك كده. وراحت واخده المره مرميه في وشها. وبعد كده خاله قال له بص انت كده جبت اخرها، اي زياده البت هتكرف لك، فاتصل بيها دلوقتي بارك لها. قال له ليه واحنا النهارده عاشوره ولا ايه؟ قال له يا ابني عاشوره ايه يا ابني، النهارده عيد ميلادها. اتصل بيها وبارك لها. قالت له شكرا. قال لها وعزمك على العشاء كمان. قالت له بتاع ايه يعني تعزمني؟ وبعد كده بدات تفكر كده ووقفت. وبعدين راحوا العشاء وقالت له وانت جهزت كل ده عشاني؟ قال لها بصراحه فؤاد اللي جهزهم، انا ما بعرفش اكذب زي ما قلت لك. قالت له على كده عيد ميلادي مهم قوي كده؟ قال لها انت كلك مهمه. قالت له بس سوزانا بقى هتزعل الرقاصه قال لها على فكره والله مفيش بينا حاجه. ودخل عليهم تامر واصحابه بيقولوا ايه ده يا جماعه، ايه الجو البلدي شمع وبتاع، احنا فاكرين اخر مره اتجمعنا هنا كان امتى؟ ايام سيوه. وبداوا يلعبوا لعبه بتاعت الصراحه اللي هو تجيب ازازه واللي يقف عليه يساله. فسالوا مثلا صاحبه مي، قالت انا ما اعرفش فتى احلامي صفاته ايه. وجيت دور على مي، فتامر قال بس سيبوا لي انا الطلعه دي، قولي اهم 3 حاجات فيها بتحبيهم. قالت بتحب انك جريء وبتحب البيزنس ولسه بتكمل. قال لها بس طالما انا كل ده ما تتجوزيني بقى. بدا يوطي على ركبته ومطلع خاتم. فقالت له ايه الهبل ده، المفروض ده قرار شخصي بيننا احنا الاثنين مش بالطريقه دي. قال لها ما انا بقالي مده بعزم عليكم ومش راضيه تردي عليا. فعمر اتضايق جدا ومشي وقابل سوزانا هناك وهو ماشي في الطريق. قالت له في حفله على فكره النهارده. قال لها معلش بس اللبس حتى ما ينفعش. قالت له بس ده كده احسن حاجه تعالى. وخدوه راحوا الحفله فعلا. وهناك قابل صاحبه مي، وكانت مي على نفس الوقت بتتصل بيه تقول له ان اللي حصل ده كان سوء تفاهم وما تفهمش غلط. وكان هو طبعا مشغول بالمزيكا وما بيردش. وبدا يقابل هناك تامر ويقول له ايه هي اختارتك انت؟ قال له ما هتختارك انت هلهطه. فبدا يمد ايده عليه قال له شيل ايدك دي لا توحشك، انت شكلك تقلت في الشرب وتهبل، ما تخلينيش اقل بيك قدام الناس دي. وبعد كده بدا يعملوا مسابقات وبتاع. ونقلنا للمشهد التاني لما بتصحى من النوم وبيجي لها مكالمه بتنزل بسرعه بيقول لها الناس احنا لقينا فيلا مفتوحه كده. فدخلوا جوه لقوا عمر نايم مع سوزانا دي. فضلت مصدومه كده وبتقول له انت يا عمر؟ قال لها والله انا صحيت من النوم لقيتني كده مش فاكر حاجه، ما تفهمنيش غلط. قالت له امال افهم ايه بمنظركم ده؟ لو سمحت احنا مكان محترم والمره الجايه هطلبكم شرطه السياحه. وسابتهم ومشيت. ولا خاله يكلم عمر يقول له يا ابني شايفاكم في السرير انتوا يا ابني مجانين. وسوزانا بتقول له بقول لك ايه انا رقاصه بس سمعتي اهم حاجه واتفضحت في المكان ده. قال لها طبعا ما الرقاصه اهم حاجه سمعتي. فبقيت تقول له ايوه ما انت وزتني ان انا اقعد اعمل الحكايه دي واتدلع على عمر وفي الاخر لبسنا اهو. فبدا عمر يفهم ان خاله هو اللي كان عامل الفيلم ده كله. وقال له كده يا خالي ادينا لبسنا في داهيه، انا لازم افهمها كل حاجه. قال له تفهمها ايه يا ابني انت ممسوك في اداب، اقعد بس نشوف النيله دي. كان وقتها مي عماله تعيط لمامتها بتقول لها انت ما تعرفيش انا كنت بحبه ازاي، انا لما بقعد مع تامر بيقعد يكلمني عن الشغل بس، انما عمر ده حتى طريقته دي بتفهمني ان انا كل حاجه في حياته. مش مصدقه خالص ان ده يحصل. بعد كده تاني مشهد كانت قاعده مع تامر ويقول لها الهلهوطه ده يعمل ده كله وينام مع الست كمان الرقاصه، ده ما يبانش عليه خالص عشان تعرفي ان انا الوحيد اللي بحبه. فدخل عمر عليهم وقال لها لو سمحت انا عايز اكلمك في حاجه. فتامر قال بص وانا ورايا اجتماع دلوقتي وهستناكي بالليل يا مي. بقى يقول لها على فكره يا مي انت كنت النفس اللي بتنفسه واهم حاجه في حياتي. قالت له يا سلام وبتقول لي كده ليه بقى دلوقتي؟ قال لها عشان بحبك. قالت له وسوزانا لا مفيش بينكم حاجه وشفتكم عريانين ده طبيعي؟ انت عارف لو كل العالم كان حكى لي كده ما كنتش هصدق. لا وانا العبيطه بتصل بيك اقول لك ما تزعلش ده تامر كان اتهور وخلاص وانا بحبك انت، في الاخر انت نايم مؤهله تاني، لو سمحت انا مش عايز اشوف وشك تاني. لا خلاص تمام مش هتشوفيني بكره همشي وارجع القاهره. وبدا فؤاد خاله يروح لنازلي ويقول لها على فكره الملعوب ده كله انا اللي عامله والواد ده والله ملوش في الحاجات دي. قالت له ملوش في الحاجات دي؟ ما المشكله ان انا شربت المقلب زيكم، وايه الجبروت اللي يخليك تيجي بعد ما تتفضح كده؟ قال لها صدقيني كان كل ده عشان نحرك مشاعر مي. وحتى عمر كان حكى لي ان بنت صاحبتها دي كانت موجوده هناك هي وتامر. فراحوا لصاحبتها دي بيقول لها هو انت كنت هناك فعلا ولا ايه؟ بقت تتوتر جدا. وبعد كده بدات تعيط تقول انا اسفه انا خبيت كل حاجه. وجابوا فلاش باك كده ان يوم الشرب ده كان تامر خدهم هو والرقاصه وقلعهم هدومهم وكان بينيمهم في السرير. فهي دخلت عليه بتقول له انت عملت ايه يا تامر انت قتلتهم؟ قال لها قتلت ايه اسكتي بس شويه، بصي روحي دلوقتي وبكره ليكي في الحساب بتاعك نص مليون جنيه بس اطلعي بره. وقالت انا حاسه بالذنب وكده. فاتفقوا ان هم يصلحوا كل حاجه. وبعد كده حولت لتامر الفلوس تاني وراحت له. قال لها انت رجعتي الفلوس دي ليه؟ قالت له عشان مش عايز اظلم حد. قال لها تظلمي ايه وحياه امك الموضوع ده لو اتعرف لفلسك خالص. وكان على الناحيه التانيه مشغله السبيكر لمي وهي بتسمع اللي بيحصل. فمي راحت رايحه له وقال له بقول لك ايه انا مش عايز ابقى في بينا شراكه تاني خلاص، انت بني ادم مش طبيعي. قال لها ما انا عملت كل ده عشان بحبك وبعدين ازاي تقارنيني بواحد زي ده هلاهوطه. قالت له حتى هو لو وحش تقوم مدمره كده خالص؟ وبعدين تخيل ان انت بتحبني، انت متخيل ان انا هكمل معاك وانت فيك كل الشر ده؟ وسابته ومشيت. فجه يلف راح فؤاد مديله بالبنيه في وشه وقال له عشان تبقى تمد ايدك على ابن اخويا كويس. وبعد كده بدا يتكلم شيرين رضا بتقول له خلاص يا عم اعمل لك ايه اعتذر لك اكتر من كده ايه انزلها لك في الجرايد؟ لا انا مش عايز ورقه اعتذار انا عايز ورقه تانية بتاعه الجواز دي. وبعد كده كان عمر خلاص ماشي. فمي وقفت قدامه قالت له استنى ما تمشيش وما تقلقش خالك جوه مش ممسوك بمخدرات انا عايز اخدك بس مكان. فقال لها هو في ايه مش انت مش كنت طايقه تشوفي وشي امبارح؟ قالت له اه ما انا اكتشفت ان انا ما اعرفش اعيش من غير وشك ده عشان انا
بحبك. قال لها وايه المكان ده؟ قالت له انا كنت مقرره لما اتجوز حد اجيبه هنا. قال لها بصراحه انا كمان بحبك. وبدا يضحكوا والفيلم خلص. ده كان الفيلم يا جماعه، اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه. على فكره يا جماعه الفيلم ده حلو على غير المتوقع، ان دايما الافلام دي بتتعمل كده بقيمه فؤاد وبتاع، بس الفيلم ده يتشاف يعني، لو نزل على روتانا سينما وكده هيتشاف كويس اظن. ومع السلامه.